كانت الشكوى ان هي مش بتوصل في القلي بنفس جودة الحاجة المقلية. رقم 5، غير مناسبة لقلي بعض الأطعمة زي البتنجان. يعني كتير شكوى في فيليبس، ودي حقيقي، ان مثلا في البتنجان مش بتبقى البتنجان زي المقلي في الزيت، بالذات في البتنجان بالذات، يعني مش بيوصل بنفس جودة البتنجان المقلي. رقم 6، ارتفاع سعرها. يعني هتعتبر فيليبس من الاير فراير الفئة السعرية العالية، ده عيب فيها. رقم 7، عدم تقليب الاكل بشكل آلي. يعني شوفنا دي لونجي فيها ايد بتقلب الاكل يمين وشمال وفوق وتحت حاجات كده اوتوماتيك، لا. لكن فيليبس انا بضطر ان انا في نص الوقت افتح الدرج لو عايزه اقلب الحاجه ببطونج او ماسك او اي حاجه اكون بقلبه ده، لكن ما فيهاش تقليب آلي زي دي لونجي، ده عيب